السلام عليكم ورحمة الله. الأهلي يطمئن جماهيره ويؤكد أنه يسير بشكل جيد في التفاوض مع مهاجم أجنبي مميز، وأن النادي لن يكرر ما حدث في فترة الانتقالات الماضية. الأهلي يرسل تذاكر السفر لرضا سليم تمهيدا لقدوم القاهرة خلال ساعات قليلة لإتمام انتقاله للقلعة الحمراء والخضوع للكشف الطبي. الأهلي يرفض إعارة أحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر إلى نادي فيوتشر، وينتظر عرض مصري من فريق آخر بعد الاشتباه في إصابته بتمزق بالأمس والقلق لغيابه لقرابة شهر. الأشعة تؤكد أن إصابة محمد شريف عبارة عن كدمة فقط وتحتاج إلى 5 أيام للتعافي. اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة المصري البورسعيدي أمام الفائز من الأهلي والداخلية يوم 3 أغسطس القادم في 6 مساء بدلا من 8، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة لتوفير استهلاك الكهرباء. الأهلي يعلن رسميا رحيل الثنائي علي لطفي وشادي حسين إلى نادي زد، ويشكر الثنائي لما قدموه مع الفريق. الأهلي يقرر تمديد عقد أكرم توفيق بعد تعافيه من الإصابة. مارسيل كولر يتحفظ على فكرة عودة أحمد رمضان بيكهام للأهلي مجددا لتدعيم خط الدفاع، ويتمسك بضم مدافع يلعب بالقدم اليسرى. وكيل أعمال طارق حامد يعرض موكله على الأهلي، ومسؤولي الأهلي يعرضون اللاعب على كولر رغم وجود تحفظ على سن اللاعب. الداخلية يعلن قيادة هيثم جبريل مدير قطاع الناشئين بالنادي لمباراة الأهلي والداخلية في الكاس بعد رحيل على عبد العال، والاستعانة ببعض اللاعبين من قطاع الناشئين لاستكمال الفريق. الأهلي يستعجل الكاف للإعلان عن موعد ومكان مباراة السوبر الأفريقي حتى يحدد عدد أيام الأجازة التي سيحصل عليها الفريق قبل بداية الموسم الجديد. أهلي طرابلس الليبي يفاوض الإسماعيلي لاستعارة عبد الرحمن مجدي في الانتقالات الصيفية القادمة. خالد مرتجع من الصندوق بالأهلي يلتقي بوكيل مارسيل كولر في دبي للتفاوض معه على تجديد عقد المدرب السويسري. بيرسيتاو يرحب بفكرة تمديد عقده مع الأهلي ويؤكد أنه لن يضع أي شروط، لكنه يأمل في زيادة بسيطة في المقابل المادي الذي يحصل عليه سنويا. الكاف يرفض التماس اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة إيقاف محمود صابر مباراتين من أولمبياد باريس، والجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يدرس استبعاد اللاعب رغم أهميته. مصادر مقربة من رضا سليم تؤكد أن بيراميدز عرض على اللاعب المغربي أرقام خرافية، لكن اللاعب تمسك بالانتقال للأهلي. تقارير صحفية تكذب أوسوريو مدرب الزمالك وتؤكد بأنه لم يواجه البرتغال ورونالدو سوى مرة واحدة فقط طوال حياته. بعد اقتراب حبسه مجددا مرتضى منصور من الممكن أن أكون بالحبس مجددا قبل يوم الاثنين القادم، لكن لا مشكلة، يتم حبسي وأعود ويتم عزلي ثم أتواجد بالنادي. وكيل أعمال أتشمبونج يرفض بشكل قاطع تقسيط الغرامة الموقعة على الزمالك لصالح موكله ويطلب الحصول على المبلغ بالكامل. أحمد عبد القادر يسخر من أنباء انتقاله للزمالك ويؤكد للمقربين أنه لو غادر الأهلي سيعود للاحتراف مجددا. المغربي المهدي موهوب لاعب الفتح الرباطي المغربي يرفض الانتقال لبيراميدز ويفضل الانتقال للرجاء المغربي. الكاف يؤكد أنه لم يستقر حتى الآن على موعد ومكان مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة، وأن هناك مقترح بإقامة المباراة في منتصف شهر سبتمبر أو نهاية الشهر ذاته. الكاف والاتحاد الآسيوي يدرسون إعادة بطولة الأفرو آسيوية مجددا التي تقام بين بطل أفريقيا وبطل آسيا من كل عام، وأفكار جديدة لاستضافة فرق سعودية وآسيوية للمشاركة في المسابقات الأفريقية والعكس كذلك. طاهر محمد طاهر يتلقى أكثر من العرض للرحيل عن الأهلي وينتظر تحديد موقفه من قبل إدارة النادي.